فبسم الله. اسحب هواء. كثر ما تغلغلت صار لونها اسود. هلا ادري الدنيا عافسه، ولكن هذا كله ما عليكم منه. فيديو اليوم برعايه شخبار ستور. صندوق المكس هذا راح نسوي مشروب واحد منه، مشروب غازي. الرابط هذا هو، وتابعونا للنهايه. أعزائي المتابعين، إذا ما كنتم متيم بن عبد الله من هذا الفيديو. متيم وين أنت؟ أنا صراحة يا شباب في استديونا الجديد، ما حبيت إني أتكلم، بس زي ما تشوفوا إحنا الحين في الاستديو الجديد اللي جدا أفضل من الاستديو القديم. كل شيء فيه أفضل. في ناس كثيرة بدت بتسلك بتكتب مبروك الاستديو الجديد. هذا المطبخ حق الاستديو حقي، ما في شيء تغير في الاستديو نفسه، بس الآن في المطبخ بحكم إنه الآن ظهر ففي إضاءة كويسة هنا، شمس. في فيديونا لهذا اليوم بنسوي اشياء كثير، يعني ما بقول عشوائيات، بس بنستخدم اكثر من آلة في اكثر من شيء، بنجمعها مع بعض وبناكل اكلات كذا حلوة. يعني قاعد اليوم يعني من بدري. اول شيء نراجع منتجات. احنا بالعادة نراجع منتجات غريبة. متيم راجع الماء المجفف، المخدة اللي على شكل ربيانة. اليوم راح يتغير الموضوع تكة بسيطة. اليوم للأمهات، لكل إنسان يحس إنه داخل شيف. اليوم راح نجرب وراح نقيم الست ما زبدة إنه يعني حرفيا يا جماعة الخير أنا ما عندي قطاعة، أنا توي أشتري هذه الأشياء. أنتم متخيلين إنه أنا كل شيء شفتوه في الاستديو هذا كنت أقطعه بساطور مشتريه ب5 ريال، فأخذنا ست ما أدري بكم والله، أتوقع ب30 ريال ممكن شيء كذا. أتمنى إنه ما يطلع سيء. أساسا شلون يفتحون هذا؟ شوفوا عشان تفتح هذا الشيء، طيب برو تيب تسوي كذا. طبعا هو يمكن ياخذ منك اسبوعين 3، ولكن اوكي. الزبده في فيديونا لهذا اليوم بنروح الاستديو، ولكن الان بنقعد هنا شويه نحاول اننا نعدل في الحياه ونزبط. اوكي نسوي بطاطا، وراح نسوي دجاج، نسحب الهواء من الدجاج نحطه في ذيك الاله. ما راح نسوي انواع كثيره، لان في الفتره الجايه الفيديوهات راح تكون يعني تقريبا نفس اليوم. نجرب المطعم، نجرب منتج امازون، نجرب شيء، فبيكون يعني في اشياء مره كثيره عشان تنبسطون بالفيديو في لاكثر من شيء. فيعني يكون الموضوع شامل اشياء كثيره، ولكنها اكيد ما هي عشوائيه، ودائما راح تكون نفس الشيء شخباري. طبعا من الحين سويتش قطعه جميله جدا، خفيفه مره بزياده. وايضا عندنا هنا الكاتانا، هذه فيها ثقل يعني، فاهم شلون اخوي؟ امان هذه فيها مسطره اخوي، يعني تقدر تعطيها علاوي يروح يداوم فيها، يحل الواجب، عنده جيومتري، عنده شيء، يرجع علاوي تستخدمينها على الغداء ويكونوا مبسوطين. في ناس تزعل تقول ليش الأم هي اللي تطبخ الغداء؟ ليش؟ إيش قصدك النساء هم بس اللي يطبخوا الغداء؟ لا، بس فكر فيها أستاذ العزيز، فكر فيها دائما. عمرك أكلت أحلى من طبخ الوالدة؟ ولا عمرك بتاكل أحلى من طبخ الوالدة؟ أمي. اليوم راح نسوي دجاج، راح نسوي بطاطا، بنسوي اشياء مره كثيره، فانتظرونا. طبعا الغرض من السلسله هذه اللي انا اساسا قاعد اسويها وابغى اسويها لكم، هو ان ابغى اوريك كيف تطبخ باقل امكانيات. يعني حرفيا انا ما عندي فرن هنا، انا اللي عندي هنا 3 اشياء. عندي مايكروويف، وعندي اير فراير او المقلاة الهوائيه، وعندي شيء ثالث اللي هو الهوت بوت اللي استخدمته في كذا فيديو. اوكي صحيح ان في عندي آلة تسوي مشروبات غازيه قيمتها اكثر من 1000 ريال، I know، واعترف راح نستخدمها اليوم طبيعي. pressure marinator chamber اللي ما في الا شركه واحده تسويها وما هي موجوده هنا. الزبده شوف يعني هو انتم خذوا المحتوى البسيط، ما عليكم الباقي. اوكي ايضا راح اسوي 2 types of noodles، واحد منهم اعرفه بس بسويه بطريقه بصراحه انا احبها، ما ادري راح تحبوها ولا لا. ايضا راح نجرب ماجي برياني. ما جربته من قبل، بس انا احب البرياني واحب بشكل عام ماركة ماجي يعني. ويل سي. اوكي احس المكان هنا سيء للتقطيع، فتعالوا خلونا نروح الاستديو. نغسل البطاطا اول ونجيكم. طبعا دائما تعود تختار البطاطا المستخدمة للقلي، اختارها ما تكون مرة قاسية. دائما اعصرها اذا حسيت انه تقدر تعصرها بس مو بشكل قوي. هذه الافضل للاير فراير، خصوصا ان الاير فراير راح يضرب من برا اكثر لانه هو يستخدم الهواء. طيب فبيكون صعب انه يدخل لين داخل الا لو بتسلقها اول. راح اسوي واحدة بقشر، واحدة بدون قشر.
الان احنا في الاستديو وعندي معلومه ما هي للجميع ولكن احس في ناس تستفيد منها. بالنسبه لي اذا بقشر بطاطا، التشيز جريدر او اللي تقطع الجبن افضل من قشرات البطاطس الموجوده بشكل عام لعده اسباب. السبب الاول وهو الاهم بالنسبه لي، الشركات لما تسوي اللي تقشر البطاطا ما تهتم فيها مره، ما كلها بلاستيك، كلها تكون شيء سيء، بينما هذه كلها معدن حرفيا بالمساكه، كلها معدن، فبتكون مره افضل. في نفس الوقت ايضا لما تشيل بشكل كويس اللي هو القشر يعني وين تسبيلز. فنروح الى الشاشه الرئيسيه ونحضر وجبتنا لهذا اليوم. هو كويس انه جريب مره، هذه ما راح اسوي فيها شيء، احس انها كذا اوكي. بالعاده احب طعم القشر في الاير فراير، طعم القشر يكون احلى، يكون كريسبي اكثر. ما ادري اذا انتم زيي ولا لا، بس عشان اكون معكم اوكي السكين ما هي سيئة، توقعت شيء أسوأ. طبعا في ناس تقول متيم الحين انت عندك كل هذه الآلات حرفيا، ليش ما تشتري آلة لتقطع؟ يعني واحد من أقدم الاختراعات في العالم كله. عشان أكون معكم صريح، عارف انه هو واحد من أقدم الاختراعات، بس أنا ما أدري هل أنا لحالي أو اكتبوا لي بالتعليقات. لما أجي أسوي البطاطا أحب واحدة تكون نحيفة سميكة، واحدة يكون فيها مرة قشر كثير، واحدة بدون قشر نهائيا. ما ادري بس احب كذا يعني احب متنوع، ما احب اشتري الجاهز، انا الجاهز يكون كله نفس الشكل. فبالنسبة لي صراحة ما احس افضل تجربة. ما ادري يعني ما احس الشيء شيء نفسي يعني او شيء صاير كعامل نفسي اكثر من كونه شيء له شغل. يعني اساسا حتى لما اروح مطاعم واشوف ان هم مسوين البطاطا ومقطعين بيدهم احسه افخم. هذه بالقشر، الثانيه بتكون بدون قشر. انقع البطاطا لتقريبا ساعه، فهو اخر شيء بنسويه اليوم، في مويه مع ثلج عشان النشا اللي موجود يطلع، لان النشا بالعاده ما يعطي افضل طعم. يعني الحين نجيب الكبيره، البطاطس الكبيره، نشيل هذا التشيز جريدر يا اخي، يشوفوا يشيل لك حرفيا القشر بس، يعني ما يشيل شيء كثير. فانت ستيل يعني عندك بطاطس ما يضيع بشكل كبير، وفي نفس الوقت زي ما تشوفوا انه قاعد اشيل تقريبا كل شيء بسرعة. فيا نصيحة دائما اذا تبغى تقشر بطاطا اشتري تشيز جريدر او اللي يقطعون فيه الشرايح المختص بالجبن. يعني شوف حرفيا كم اخذ ثواني وخلصت، رغم انه كان فيها تضاريس، يعني البطاطس ما كانت سموث مرة او فلات. ويا خلصنا، ذاتس ات. انا ليش موجود كيس زبالة؟ شوفوا مجردني امسكها ان شاء الله يبان في ايدي، شوف كمية النشا اللي موجودة. البطاطا كل ما كانت اكبر كل ما حملت كمية النشا اكثر، وايضا تصير سليبري او تزلق. يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني حبتين بطاطس طلعت لي هذا كله. كم كلفتني حبتين بطاطس؟ ممكن ريال ريالين، هذا كله مبلغ مرة قليل يعتبر. الحين نروح ننقع هذا في موية وثلج. الآن راح نسوي الدجاج بشكل عام. شيء مهم مرة ولازم تعرفوا، إذا تبغى تتبل دجاج بأفضل شيء أو أفضل طريقة، خذ دجاج حق اليوم، مو حق أمس، مو مثلج، خذ حق اليوم. أوكي حق اليوم مرة يكون أفضل، مسامات مرة متفتحة، فبالتتبيل بيكون مرة أفضل شيء. طبعا انت طبعا بتحصل افضل نتيجه، مو نفس النتيجه اللي انا بلقاها لاني قاعد استخدم اله يعني اله يعني في الاخير اله اساسا صنعت عشان هذا الشيء. طبعا لما تاخذ دجاج حق اليوم ريحته تكون مره قليله، وبعض الاحيان يجيك بدون ريحه. طبعا راح احاول اني اقطعه قطع ما هي مره كبيره وما هي مره صغيره، لاننا راح نتبله، فكل ما صغرت القطع كل ما التتبيله صارت الى داخل بشكل اسرع. تقريبا هذا الحجم كويس، لا تخليه مره نحيف لانه بينشف. هذه افضل حجم انت ممكن تلقاه. ما احب المكعبات، شكل المكعبات في الدجاج حظ زي بالنسبه لي، ما ادري ليش. احب يكون يعني مايل المستطيل اكثر. التتبيله راح استخدمها بحكم انه راح ناكلها مع نودلز، مو مع البرياني طبعا، مع الثاني. برياني ابغى بس اجربه كنودلز برياني، يعني زي اي نودلز تجربه هنا. راح احط معها الصويا. مشكله هذه اجين جربناها من قبل كانت خفيفه، بس احس انه يعني ممكن تتشبع صويا اكثر. ولكن تشامبر اللي راح نحتاجه بشكل مره كبير اليوم، وايضا راح نحتاج هذه ما هو شيء للاطفال. حط قطعه الدجاج وعطها واحده، اللي بعده عطها واحده. مرفوضة حبيبي، مرفوضة. بوم، آخر حبة طالع الصويا. حطيت كمية شوية كبيرة، هذه كويس، خليها على نيوترال. هو على طول أساسا ما أدري يبان عندكم ولا لا، بس الدجاج يمسك الصويا. الدجاج دون أي نوع لحم ثاني في الكون يمسك الصويا بشكل مرة قوي، أكثر حتى من السلمون، أكثر حتى من السمك بشكل عام، من اللحم. I don't know. جهازنا الحلو
هذا هنا الدجاج مكتوب 15 دقيقة، 15 إلى 20 دقيقة أكثر شيء الدجاج. خليه يسحب الهواء الحين، بعدها يعني بيبغى له دقيقتين تقريبا، وبعدها نجي نحطه 20 دقيقة كاملة. خلص الآن، خليه حرفيا 20 دقيقة كاملة، بعدها نجي ونشوف شنو راح يطلع معانا. كلا 20 دقيقة قلنا، نخليه 20 مو مشكلة يعني، بس أهم شيء بالنسبة لي إنه يعطيني أفضل نتيجة. الآن مفروض شوف في قطع دجاج يعني بيجود الآن، فنجيكم بعد تقريبا 20 دقيقة ونشيك عليه. الآن مفروض إنها marinated well، فبسم الله. اسحب هواء. اوكي، الآن المفروض إن الخلطة تغلغلت إلى أحشاء الدجاج، فهنشوف كيف صار الوضع هنا. اوه اوكي هذه القطعة من كثر ما تغلغلت صار لونها أسود. واو، خل نروح نسويه في الاير فراير هذا بحكم انه كمية قليلة، والدجاج بالنسبة لي واحد من الاشياء اللي ما راح تفرق مرة اذا استوت الآن، يعني بارد ولا حار بناكله ستيل، لان بناكله مع النودلز احنا، فما يفرق يعني. بعكس النودلز، انا احب النودلز ساخنة شوية. شيء ما تعرفوه عن الاير فراير واحس ان انتم لازم تعرفوه. ناس كثيرة تستخدم مو الاير فراير، معليش، السبرايز هذه او الزيت او الزبدة او بشكل عام، خذوها على انها شيء صحي. اوكي، يقول لي متهم انها شيء صحي وطيب وكذا، 0 كالوريز. عارفين اوكي 0 كالوريز، انا اتفق وياك انها 0 كالوريز، ولكن عزيزي خليني اوريك شيء فيها. اوكي 0 كالوريز، حجم الحصة او السيرفينج سايز ثلث ثانية فقط. اي فاهم شلون؟ هذا هو السيرف سايز حقها فقط. اما تجي حبيبي تبي تغرق الدنيا 0 كالوريز، لا. لذلك دائما انتبهوا. طبعا انا بستخدم هذه اليوم بطعم الزبده، اللي هو طبعا زيت بس طعم الزبده بالنسبه لي مره احلى. انا احب طعم الزبده مره اكثر في البطاطس، البيض، في الدجاج، بس مو في اللحم اكيد. فلذلك انا اتوقع انه بيكون شيء كويس مره. خلونا نجيب التشامبر. يا ريحه الصويا وشويه دجاج. احط كميه. طبعا حاول دائما انك تشيل قد ما تقدر من السوائل من الاكل، لانه غسيل. الاير فراير بعد هذا الموضوع ترى شيء سيء بكل معنى الكلمه. فانا قاعد احاول اني اخذ قطع يعني ما يكون فوقها شيء، يكون كله حرفيا زي ما تشوفوا مره داخل. ما تشوفوا راح نستخدم هذه، طبعا ما راح نستخدم كثير يعني، انا بيني وبينكم ما يفرق معي شويه الكالوريز مره، بس تاكد انه ما تشوفوا يعني صار فيها كوتينج مرة كويس. الآن ما أدري كم بنخليها تستوي، بس إذا استوت بنجيكم. طبعا على ما يستوي الدجاج راح نسوي النودلز. صارت تتفاجأ إني أسوي النودلز. يعني في شيء لازم تعرفوه، بأن النودلز بشكل عام من الداخل جدا يتشابه بشكل مرة كبير يعني. فلذلك أنت تسوي حركة، لأن الاندومي خصوصا الشعرية المقلية طريقة تسويتها اللي هي تخلص بعدين تحط معاه الأشياء اللي معاه بشكل عام باكيتات هذه. بينما الثاني هنا هذا لا، طريقة تسويته تخلي يطبخ معاه معظم أشياءه، ولكن هذا أعطاني طريقة غير شوية، خلتني أغير رأيي. هذا طريقة تسويته إنك الآن تأخذ هذا تحطه في الموية هنا 300 ملي، أنا حطيت 500 فبضطر أشيل منها 200، خليه يطبخ فترة شوية طويلة لين يغلي، وبعدين تحط معاه النودلز. فاختار بالطريقة بحط الاثنين، لأن زي ما تشوفوا الاثنين ترى تقريبا نفس الشيء، فما راح يفرق معك أي شيء نهائيا. إنك تشيل نص الكمية وتحط change of plan. هذه حركة حلوة، أنا بالعادة ما أسويها. بالعادة أحط الأندومي نفسه أو النودلز خليه يطبخ شوية وبعدين حط معه البهار. هنا لا، يعني أنت بتسوي المرق وبعدين بتحط عليه النودلز نفسه. مو طريقتي المفضلة بس ستيل نايس. هذه ثالث آلة نستخدمها اليوم، تشامبر، الاير فراير، والحين هذه. ما حد سحب على هذا نهائيا. بعامله معاملة البرياني حرفيا، خليه يطبخ على خفيف. خلص الدجاج الآن المفروض. اوكي doesn't look bad، ما هو سيء الشكل، يعتبر نايس. it's not bad. شيله عشان بنسوي البطاطس مكانه. قبل لا يعني نتكلم عن الموضوع، هذا الدجاج ما هو محروق. اوكي عارف ان شكله باين كأنه محروق، ولكن حرفيا هذه هي الصويا مسوته كذا. طيب ما راح نجربه الآن، راح نجربه مع النودلز. هذه يمكن محروقة مرة نحيفة،
اوكي، بس مع ذلك ما راح نجرب ولا قطعة، راح نخليه مع النودل. بس حرفيا زي ما تشوفوا هذا صار لونه، رغم اني يوم حطيته تأكدت بأن بالضبط، يعني شفتوا هذه القطعة هذه حرفيا ما في فوقها صويا، هذه داخلها نفسها الصويا. هذه راح نجربها مو الحين لكن نجرب كل شيء. شوفوا لمسته لا يوجد أي صويا في يدي نهائيا، سيريسلي. أوكي، فلذلك الحين نتأكد إن النودلز كلها استوى، الاندومي استوى، الأشياء هذه عشان كلها نجي ونجربها مع بعض. كنت بسوي دجاج ستيكس مقلية بس حسيت إنه مو وقت الآن، ففيديو ثاني 20,000 لايك ونسويها. الحين نروح نتأكد إنه النودلز استوى، ما جبنا العيد يعني. بطاطانا جاهزة الآن، فلذلك اللي بنسويه بكل حب و يعني فاهمين انتوا صح؟ بكل حب وحنان. زي ما تشوفوا البطاطس كلها طويلة حرفيا، ما نشفتها، هذا خطأ، المفروض نشوفها بكلينكس، بس ما راح يفرق مرة بحكم انه انا مو قاعد اتعامل مع زيت. طبعا بسوي بطاطا كمية كبيرة، انا نفسه صراحة واحد من ألذ واحلى الاشياء بالنسبة لي اللي هو البطاطا هذه. ايضا اجين اقدرها بنكهة الزبدة. زي ما تشوفوا البطاطا اساسا ملمسها صار مختلف تماما عن لما مباشرة تقطعها وتحطها بالنشا بكل شيء بالستارش اللي فيها. حط كمية شوية كبيرة، قلب كويس هنا. طبعا انت راح تقلبه كثير، يعني تقريبا 3-4 مرات، يعتبر الان اوكي. نسويه ونجيكم. يعني انا انتبهت من شوية بس قلت بأسكت حفاظا على الكرامة. انا المفروض اسوي الثاني اول، لان هذاك ما يحتاج يعني اغسل، فقط كب المويه اللي فيه واحط مويه جديده واسوي هذا. بينما هذا الان راح يخليني اغسل كل شيء في الحياه، وحرفيا هذا المفروض ينوك الحار والثاني ينوك البارد. ما ادري يعني كيف عندي خيار من اثنين، الف او باء. اخترت باء، مع انه حرفيا الف هو الصح ولا قطره باء حرفيا. هذا استوى ولكن ما راح ناكله الان، راح نضطر ننتظر لان البطاطا قاعد يستوي. البطاطا بياخذ 26 دقيقة لما يستوي، بنضطر ننتظر 26 دقيقة وبعدها ناكل هذا. خلينا نروح نغسل هذه عشان نسوي الثاني. ما يحتاج يعني بري هيت او شيء، على طول تعال حط هذا هنا، خله يغلي على حسب تبغى يكون مرة ثقيل او تبغى يكون متشرب up to you. بعدها تجي تحتسيه. هذا ما احس ما بنحتاج فيه شيء زيادة الا بعدين، يعني لما نحط الاشياء هذه ونجيب فاهميني. خلص لما تشوفوا الدجاج حقنا فرق طعم، متحمس لها وبرد طبعا، بس هنا في الاخير حرفيا ما هو محترق يا شباب، ما هو محترق ترى والله، وما في طعم. شوفوا الحين من ذاك طعم صويا فيه. المفروض ان اللي تشوفونه الان هذا اللون الدجاج من داخل نفسه، يعني حرفيا بين الانسجه حق الدجاج هذا هو اللون صار. انا احط السوائل، الاشياء السائله اللي مع النودلز قبل الاشياء الجافه، ما ادري ليش. يعني لما اسوي هذا مره قاسي يا هذا كان في البرد فتره طويله، فهو حرفيا كانه قار. طبعا هو يصير بهذه الطريقه لسبب واحد، انه ذا برد. ولكن مجرد ان الحين يصير على النودلز اللي هي اساسا حاره راح تتغير اقاويله ان شاء الله. اوكي خليه مدفون كذا. الحين المفروض خلال فتره بسيطه يبدا يذوب الصويا ونقدر نخلطه. اجي شوف الان المفروض ان ذابت الصويا. يب الان تخلطه كويس. طبعا حاول دائما، شوفوا هذه يعني انا قاعد اعلمكم اسرار، ترى تخلط من الداخل الى الخارج. عرفت شلون؟ يعني تجي لهذا المكان اللي فيه وتسحبه كذا، شايف شلون؟ من الداخل الى الخارج، المكان المركز اكثر الى المكان الاقل، وبكذا في اسرع وقت راح تلاحظ بان النودلز بدا يتشبع بالخلطة بأسرع وقت وبأكثر شكل يعني يكون متساوي. لأن بالنسبة لناس كثيرة ما تحب هذا النوع من النودلز أو طريقة تسوية هذا النوع من النودلز لسبب واحد، وهو إنه يقول لك يا أخي في لقمة آكلها مرة مالحة وفي لقمة آكلها ما فيها شيء. حرفيا كلامهم صحيح، ولكن لما تاخذ من الداخل إلى الخارج بهذه الطريقة، فاهم شلون؟ داخل إلى الخارج، راح تلاحظ بأن كل لقمة عزيزي الرائع والجميل راح تكون شوفوا جاهزة معاك. أول طبق استوى، البطاطس هذا ثاني طبق، معليش البطاطس ما باقي عليه شيء، فلذلك راح نسوي مشروبنا الغازي. أي حبيبي اليوم دلع كل شيء.
خلينا نسوي مشروبنا اليوم. حرفيا ما ادري وش المشروب، بس خلينا نحط الثلج هنا، خلي هذا يبرد شويه، تقريبا 500 450 ملي مويه، بحكم انه اوريدي في عندنا ما يقارب ال 100 ملي مويه ثلج. قفله لمده ثواني بس. طبعا البطاطس خلص. قبل نجيب البطاطس صندوق الميكس او صندوق العصاره الميكس. في اكثر من نوع صندوق عصاره، في ماركات معينه، في ايس تي، في اشياء خرافيه. خلونا نسوي شيء واو بكل معنى الكلمه. اوكي، هذا واحد من مشروباتي المفضله، ما هو موجود تقريبا الا في صندوق العصاره اللي هو هذا. اخبار ستور اكيد موجود، اكتب صندوق العصاره وادخل او روح تصفح المشروبات اللي عندنا، اللي هو الليمونيد رازبيري، ليمونيد وتوت. جبار مره، واحد من ألذ المشروبات اللي بصراحه حطيتها بشكل عام في شخبار ستور. حرفيا قاعد احس كاني في برنامج طبخ. نعم خلاص، كل شيء لازم نسوي بسرعه. بسم الله. هذه طبعا الآلة تعرفوها أكيد، واحدة من أفضل الآلات وأكثر الآلات اللي قاعد استخدمها بصراحة. رغم أنها آلة مكلفة يعني كآلة كربونيشن، هذه ثالث آلة استخدمها، ولكنها بصراحة بالنسبة لي بقول الأفضل. فل راح نخليه مرة كاربونيتد، فعلى شيء هذا يبغى على حدود ال5 دقائق أكون جبت البطاطس وجيت ونبدأ ناكل. اوكي، المفروض الآن إن استوى البطاطس، ما عندي أي خلفية إي ولا لا. بسم الله. اوكي، احس اي ولا في نفس الوقت. لا استوى. بعد 3 دقائق يكون هو جهز والمشروب جهز ونبدا ناكل. اوكي، جهز المشروب الان. بما ان كل شيء جاهز ف That's good. Beautiful. Nice. في كمية كربونيشن مرة كبيرة، فلذلك الآن حرفيا جهزنا الوجبة كاملة. مشروبنا نودلز مع دجاج، أيضا عندنا نودلز ثاني ما برد لسه. جود. أيضا عندنا البطاطس. حرفيا هذا كله سويته بدون فرن. سيريسلي ترى هذا أكلي، هذا غداي أنا يوميا. مو يعني مو دائما كذا، بس يعني بالاحجام هذه عشان اكون صريح معاكم. يعني قولوا ما شاء الله. طبعا ما ابغى شطه مره حاره اوفر، لان في الاخير انا ابغى استمتع بحراره صعب بعد. البطاطس خليتها 3 دقائق زياده، كان 26 دقيقه فخليتها 29 دقيقه. ما تشوفوا يعني هو استوى. تاكد. مره استوى. واو. اوكي، تكستشر مره حلو، ما هو مستوي بالزياده اوفر. من داخل مستوي بافضل شكل ممكن تاكله. جود. نجي الحين النودلز هذه مقلية، شعرية مقلية. هذه ما أحبها لأن من تبدأ تنشف شوية هذا اللي يصير حرفيا. مرة حلوة مرة رايقة. نجي للدجاج، وهو حرفيا أكثر شيء أنا متحمس له. ما تشوفوا لون الدجاج ما هو أبيض من داخل، حرفيا لونه أصفر، مرة متشبع صويا. بسم الله. واو يا كمية الصويا اللي داخل. واو. That's good. حرفيا واو. اوكي، احنا جربنا اشياء، جربنا فواكه، جربنا بطاطا، بس سيريسلي الكومبينيشن هذا واو. الدجاج مو طبيعي. هو برد بس كمية الصويا، نكهة الصويا اللي داخل بين الأنسجة. That's really good. الطبق هذا صراحة 9/10. بطاطا 9/10. مشروب واو 9/10 بعد. باقي هذا اللي ما أنا صراحة ما سويت فيه ولا شيء. أبى أجرب السوب أول لحاله. السوب مرة ثك صار أو مرة غليظ، بس نكهته خفيفة. معليش انت برياني، احس كان المفروض يكون كنكهة اقوى، ولكن خلينا نجربه كذا بروحه، او يعني النودلز نفسها. لا خفيف مرة، رغم انه يعني خليته يطبخ فترة يتشرب، الا ان نكهته خفيفة. توقعت نكهته بتكون جدا اقوى، ما عجبني. 5/10. بس الدجاج او ماي جاد، تحمست اسوي طبخات اكثر. اعطوني اشياء تسوي الدجاج مارونيتد فيها.
نو سيريسلي ماني قاعد ابالغ، الدجاج نفسه من داخل مليان صويا. بطاطس ما يحتاج احكي لكم، السر في ان البطاطس يكون حرفيا بهذا الشكل وبهذا اللون، تحس انه مو مستوي ولكنه مستوي جدا، هو انك تشيل الستارتش او النشا منه. ما تشيل النشا منه بيعطيك افضل نتيجه. ما يجو في الفرن وجبه كامله. اذا حبيت هذا المحتوى ودك نسوي محتويات زياده بهذه الطريقه، عطنا لايك، اكتب لنا في تحت التعليقات وش الاشياء اللي تبغى نسويها. ولكن زي ما شفتوا شاركتكم يوم من ايامي اول مره تشوفوني اطبخ، صح؟ من عبد الله، وجبات سريعه وكويسه مره. سلام.